السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال يا رب. النهارده فيديو جديد، فيديو اتمنى ان هو يعجبكم ان شاء الله. واللي مشتركش في قناتي يشترك، فعل زر الجرس، اللايكات كتير. عايزين الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس عشان كل الناس تستفيد منه ان شاء الله. النهارده بقى قلنا نديهم وجبة كلها فيتامينات، كلها تغذية، كلها بصوا حاجة عالية جدا من الآخر. عايزين نفيد طيورنا، نديها فيتامينات عالية علشان يبقى عندهم طاقة، علشان الطير بقى استفيد منه، لحمه يبقى ظريف كده وجميل ويتملي لحم ويبقى لحمه مسكر ان شاء الله. الحاجة الحلوة اللي بتفيد كل الطيور زي ما قلنا، حتى البني ادمين نفسهم المفروض ياكلوا خضروات كتير 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 كتير. يعني انا من الناس اللي يحب تاكل البقدونس والجرجير والكزبره والحاجات دي، لان ليها فوائد ان شاء الله نتكلم عنها بعد كده، مهمه جدا للبني ادمين. ما بالك انت بقى لما تحط بقى لطيورك فيتامينات، ما تحط لهم الخضره دي. لو تعرف الفايده الكبيره اللي في الخضره، اقسم بالله هتحطها لهم على طول. اولا الطير بيحب التنويع، يعني انت كل ما تنوع للطير في الاكل كل ما تلاقيه هو بيحب ياكل، بيتغذى حلو، بتديله حاجات تفتح شهيته. ده اللي احنا عايزينه. يعني عايزاكوا ان احنا ما نثبتش على حاجة معينة في الاكل بتاعنا، لا، التنويع ده زي ما انت بتحب تنوع، الطيور برضو بتحب تنوع. وبعدين الحاجات دي بتفتح الشهية على الاكل، يعني تلاقي الطير بتاعك مبسوط كده، يعني عنده انتعاش زي ما بيقولوا. الحاجات الخضراء دي مش بس فيها فيتامينات، لا كمان مفيدة أوي، بتقي الطيور بتاعتي من أمراض كتير. يعني ده الحاجة اللي أنا عايزة أقولها لكم. يعني الطيور بتحب الفيتامينات، بتحب الأكل اللي فيه كالسيوم. انت الحاجات دي حلوة لطيورك. بصوا بقى أنا النهاردة يعني نزلت عند الخضري، جبت البواقي بتاعت الجرجير. الجرجير من الحاجات المفيدة جدا لطيورنا. بصوا حاجة ببلاش كده. الأكلة دي أكلة مهمة جدا للطيور، لأنها مش بس مفيدة، هي مغذية مفيدة، بتفتح الشهية، فيها فيتامين عالي جدا زي فيتامين جيم. بتخلي الطيور فعلا تحب تاكل وتنتعش كده. ده اللي انا عايزه اقوله لكم في الفيديو بتاعي النهارده. حاجه رخيصه جدا، بواقي، يعني ممكن تاخد زي ما بيقولوا قفص ولا شوال، مش هتدفع فيه جنيه، بس هكون اكلت طيوري النهارده برخص التراب زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت غذيتهم، خليتهم ما شاء الله الله اكبر شبعانين، مدياهم طاقه، مدياهم حاجه تفتح شهيتهم، مدياهم فيتامين عالي جدا. بصوا كله هيحب يجي ياكل دلوقتي. زائد بقى يا حبذا لو انت كمان جبت ايه، بواقي البيت بتاعك زي قشر البطيخ كده. قشر البطيخ ده هينقروه دلوقتي من الحاجات. بصوا ما تختفيش وتجري، هتاكلي اهي. بصوا اللهم صل عليك يا نبي. بصوا الطير يا جماعه كل ما تهتم بيه كل ما يديلك. يعني الطير لازم نهتم بيه. ليه؟ لان كل ما اهتم بيه هو هيديني اكتر. بصوا كمان بقى بواقي اكل البيت كمان. بصوا بقى قشر بتنجان على تقوير بتنجان على كوسه على فلفل. بالله عليكم اكله متكامله مغذيه، طيوري هتاكل وهتشبع، وما شاء الله الله اكبر، فيتامينات، مضاد حيوي. بصوا الكوسه ده فيتامين، تقوير البتنجان، الفلفل، الخضرة، كل الحاجات دي مغذية جدا للطيور. القوطة دي مفيدة قوي قوي قوي. احنا في توقيت. بصوا كمان نخلي الكتاكيت الصغننة دي، يلا خشوا كده، خد هما خايفين من الكبار. الصغننة دي يلا انا عايزه الناس تهتم بطيورها كده. انت ما تحتاجش مضاد حيوي، انت لازم تدي كل يوم طيورك حاجات فيها فيتامينات، حاجات فيها مضاد حيوي.
حاجات مغذية، حاجات رخيصة بقى عشان نحارب العلف وغلو العلف وطيورنا كلها تاكل زي الفل. استني كده نحط لهم حبة خضرة هنا على جنب ياكلوهم. شوفوا مين بياكلوا كده، هما خايفين يا عيني من الكبور. بصوا انت سايبهم بقى نشط رجلهم. الخضرة من الحاجات المفيدة قوي يا جماعة للطيور. انتوا اكبر من ان انا اقول لكم اي نصيحة. عايز الطير بتاعك يبقى حلو، عايز باذن الله باذن الله ربنا يبعد لك عنه الامراض يا رب، عايز تديله مضاد حيوي متواصل، حاجة دايما تحصنه، عايز تديله فيتامينات تقويه وعجمه وتنشطه وتفتح شهيته، عايز تاكله بحاجه مش مكلفه اهو. بصوا النهارده انا جبت لهم، بصوا حبه الخضره دول، بصوا حبه الخضره دول على فكره ما تجيش بنص جنيه، يعني حبه ما شاء الله كل الطيور هتاكل منها، بط وفراخ وكله. وكمان بقى البواقي، وعندك قشر بطيخ اوعى ترميه، حطوا فراخك هتنقر فيه والبط بيقرقضوا. حاجه بصوا مفيده جدا. هو ده اللي انا عايزه اقوله لكم. بص عشان انا مأكلاهم وهم ما شاء الله شبعانين فركنوا. الطير لما يبقى شبعان يركن كده، يقعد بقى يستجم مع نفسه. تعالى يا موكا، ملك ابن اختي جاي والنهارده الخميس. تعالى زق الباب وادخل. النهارده الخميس اوكا بيحب يجي عندي. هش ايه؟ زقه على بره كده لبره. خش واقف. عامل ايه؟ قول لهم ازيكم عاملين ايه. تعالى كده في النور هنا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بخير الحمد لله. فده الفيديو اللي كنت عايزه ايه بكح ليه كده. اديلك جرجير. جرجير ايه؟ فعايزه اقول لكم ان عايز تصور؟ عايز يتصور. يا راجل اللي يقول لك اشمعنى هو ما اتصورش ليه؟ ودي هات الكتكوته دي. الطيور لما تديها فتعمل سيبها القطه راكنه على جنب قاعده فين؟ فوق اهي. ماشي انا مالي ومالها بقى. بصوا الفرخه هتنقر في ايه ده؟ شوفوا بعدها بتقول لك فاضل 56. مين؟ امسك كده. ايه ده؟ لا بصوا بقى ايه، ملك جه يقوم قايم بالواجب، يقوم مجريهم ويخلوهم يحصل لهم عمليه هيجان ويتعبوا مني، صح كده؟ ودي حركه ايه؟ عملت ايه؟ ما هم بقى اول ما بيتحركوا كده وانت عايز تجريهم وهم تعبانين مني. حركه ان احنا نجري الطيور يا جماعه في الجو الحر ده غلط، علشان هم هينهجوا اكتر ما هم يا عيني تعبانين وحالتهم ايه. ينزل عليهم برد. ينزل عليهم برد. مالك لما الدنيا تبطل بقى يقوموا في مجاري. ان دلوقتي احنا لو جرينا الطيور هيحصل لها عمليه نهجان، والنهجان ده اصلا غلط على طيورنا، فاحنا ما نحاولش نعمل معاهم الحركه الغلط دي. فده يا جماعه بقى قلت لكم الفيديو بتاعي النهارده ان انا جبت جرجير. الجرجير ده من الحاجات المفيده جدا للطيور، فيها فيتامين عالي قوي، مغذيه، فيها كل حاجه تفيد لك الطيور، وفي نفس الوقت تفتح لك شهيتهم، ويبقى انت اديتهم فيتامين عالي. تعالى كده يا اوكا عشان هم يجوا ياكلوا. تبقى انت اديتهم فيتامين عالي وحصنتهم، وربنا يا رب يبارك لكم في طيوركم، ويكون يا رب مشروع حلو اللي عامله مشروع ان شاء الله. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، وتشتركوا في قناتي، واللي عنده اي تعليق اي حاجه يقول لي انا اجاوب لكم عليه باذن الله لو انا هقدر باذنك يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسيش تشتركوا في القناه. طب محدش ينسى. صح، جوه حالنا كده ليه؟ جو حر؟ ما بس يا عم هو الليله
ما هو بيأذن اهو، راجل لاغون زعلان منه ليه؟